بيبدأ فيلمنا بمنطقة مرتفعات في اسكتلندا، وبنشوف الطفل جيمي قاعد هو وكل الأطفال بيتفرجوا على فيلم كرتون، وفجأة بتدخل عليهم مامته وعمته بيحطوا الأطفال التانية، وبنكتشف هنا إنهم بيجهزوا نفسهم عشان يهربوا لأن في عدوى خطيرة انتشرت في البلاد وإن الكل بيتحول لزومبي. وفجأة بنشوف جيمي بيقرب من الباب وبيفتكر إن أبوه هو اللي بيخبط على الباب، لكن الصدمة هنا بنشوف واحد من اللي اتحولوا بسبب العدوى داخل عليهم وبيقتل في الأطفال، وهنا جيمي بيكون مستخبي ورا الباب. بنشوفه بسرعة طالع يجري على أمه، لكن فجأة أمه بتقفل الباب لأنه بيكون معاه واحد من المتحولين، فبنشوفها بتقفل الباب وبتضحي بنفسها عشان هو يهرب. وأول ما جيمي بيخرج من البيت كل الزومبي المتحولين بيجروا وراه، لكن بنشوف جيمي داخل الكنيسة عند أبوه بيعرفه اللي حصل وبيكون مستني إن هو يقوم ويهربوا سوا. لكن الصدمة هنا أبوه بيكون مؤمن إن دي النهاية وبيقلع السلسلة وبيديها لجيمي وبياخده وبيخبيه، وبعدها بثواني الزومبي بيقتحموا المكان وبيعضوا أبوه وبيحولوه لزومبي. وفي اللحظة دي جيمي بيقرر إن هو يجري، وبعدها بنعرف إن الفيروس دمر المملكة المتحدة، لكن هم قدروا يمنعوه من التفشي في أوروبا، والبار الرئيسي البريطاني اتعزل عشان يتم احتواء الفيروس. ومع الأسف الناجين كلهم مفيش حل قدامهم غير إن هم يدافعوا عن نفسهم، وبتمر السنين لحد ما بيعدي 28 سنة. وقتها بنشوف جماعة من الناجين عاملين قرية معزولة لوحدهم، القرية دي بتكون جزيرة وسط المحيط عايشين فيها بعيد عن الفيروس. بنشوف وقتها إن جيمي كبر واتجوز واحدة اسمها إيلا ومخلف ولد اسمه سبايك. شوف جيمي بيصحي سبايك عشان يجهز نفسه لأن في اليوم ده هياخدوا معاه الغابة ويدربوا على صيد الزومبي وإزاي يقدر يحمي نفسه منهم. وبنشوف سبايك بيقوم من النوم وبيلبس هدومه وبياخد السكينة بتاعته، وبنشوفهم بيصنعوا سهام مخصوص عشان يقتلوا بيها الزومبي. وبعدها بنشوف سبايك نازل لجيمي وجيمي واقف بيعمل له الفطار، وبنشوف سبايك قاعد بياكل معاه. وفجأة بنشوف إيلا بتصحى وبتكسر كل حاجة حواليها وبتصرخ. بنشوف جيمي سايب سبايك وطالع يطمن عليها وسايبه يكمل أكله، لكن سبايك بيحط حتة لحمة في منديل وبيطلع عشان يطمن على مامته. في اللحظة دي بنعرف إن إيلا مصابة بمرض خطير بيخليها تخرف وبتكون ناسية حاجات كتير في حياتها، بس الموضوع ده مؤقت بيحصل لمدة معينة وبترجع تاني لطبيعتها. ومجرد ما سبايك بيطلع يهدي إيلا بتستغرب إنه مراحش المدرسة، بس جيمي بيعرفها إنه هياخد سبايك عشان يدربه على صيد الزومبي، وهيدخلوا الغابة عشان سبايك يتعرف على أنواع الزومبي وإزاي يصطادهم، وهو ده الوقت المناسب بما إنه تم 12 سنة. بنشوف إيلا مجنونة من الخوف على سبايك وبتفضل تزعق لجيمي لحد ما بتنهار وبتنام من الزعيق بتاعها، وبنلاقي سبايك بيحط لها المنديل اللي فيه اللحمة جنب السرير عشان إيلا تفتكر تاكل. ولما بينزل بيلاقي جده سام أبو إيلا مجهز له القوس والسهام بتاعته وبيدربه إزاي يمسك القوس. وبعدها بيخرج سبايك مع جيمي وبنلاقي أهل القرية كلهم متجمعين بيشجعوهم وبيطلبوا من جيمي إنه ياخد باله منه، لحد ما بتظهر جيني زعيمة القرية تقف مع سبايك وبتقوله على القواعد وإن القواعد هي حماية نفسه من الزومبي لحد ما يرجع، عشان مفيش حد من القرية هيخاطر بحياته ويروح ينقذهم. والقوانين دي اتحطت بعد ما خسروا ناس كتير منهم. وبعدها بنشوف جيني بتسأل اللي بيراقب في البرج إذا كان في زومبي بيراقبهم، لما بتشوف إن مفيش حد بتفتح البوابة لجيمي وسبايك. نشوف جيمي بيقول لسبايك إن هما مش هيعرفوا يرجعوا غير لما البحر يهدى، بس سبايك ما بيكونش مهتم وبيكون متحمس للمغامرة دي زي الجنود اللي حاربوا كل الزومبي بقوتهم، لحد ما فجأة بيشوفوا زومبي بيزحف على بطنه وبياكل من الأرض. وقتها بنشوف جيمي بيعرف سبايك إن النوع ده من الزومبي بطيء وسهل إن هو يموته، وبرضه هما بيمشوا في جماعات يعني في أكيد غيره مستخبيين ورا الأشجار. عشان كده جيمي بيقول لسبايك يصوب السهم في رقبته وبيخلص عليه ضربة واحدة. ساعتها بنشوف سبايك متحمس وبيمسك القوس والسهم وبيقدر يقتل الزومبي، ولكن الصدمة بيظهر 2 زومبي ومعاهم زومبي صغير، ووقتها جيمي بيقتل الأول والتاني، لكن قبل ما بيخلص على الزومبي الصغير سبايك بيمنعه وبيخليه يهرب. بعدها بنشوف جيمي بيبارك لسبايك على أول ضحية، بنشوفهم ماشيين بيتفرجوا على الغابة وبيشوفوا عدد كبير من الغزلان بيجروا بطريقة غريبة. جيمي بيقول لسبايك إن أكيد ده بسبب إن في زومبي قريبين،
نفس الوقت بيلاقوا بيت مهجور فبيدخلوا يدوروا فيه على زومبي وأي موارد ناقصاهم في القرية. جيمي بيلاقي لعبة الطبق الطاير فبيقرر ياخدها عشان العيال يلعبوا بيها، لكن الصدمة هنا إنهم بيسمعوا صوت صراخ جاي من الأوضة. بنشوف جيمي بيمسك القوس والسهم وبيخبي سبايك وراه وبيسحبوا لحد الأوضة، وبيلاقوا واحد متعلق ومتاكل منه، فبيعرف جيمي إن في حد ربطه هنا كنوع من أنواع العقاب. بعدها جيمي بيقول لسبايك يخلص عليه قبل ما يفوق وياكلهم، لكن للأسف قبل ما سبايك يصوب السهم الزومبي بيفوق وبيفضل يصرخ وبيحاول يفك نفسه. وقتها سبايك بيكون مرعوب ومش قادر يقتله لحد ما فجأة الزومبي بيفك نفسه، وهنا بيتوتر سبايك وبيفضل موجه السهم عليه وبيضربه بالسهم في دماغه وبيموته. وفي الوقت ده بتصحى إيلا من النوم وبتفتكر الحروب بتاعة الجيش مع الزومبي، فبتقوم تبص من الشباك وبتدور على سبايك لأنها بتكون قلقانة عليه. وبعدها بنرجع لسبايك وجيمي وهم ماشيين في الغابة وبيشوفوا فجأة جثة غزالة متاكلة وبنشوف راسها متعلقة على الشجرة، فبيتصدم جيمي وقتها وبيقول لسبايك إن فصيلة الألفا هي الفصيلة الوحيدة اللي بتعرف تعمل كده، والفصيلة دي بيكونوا أقوى وأشرس من أي زومبي. وبنشوف جيمي واخد سبايك وماشيين من المكان ده فورا، لكن فجأة بتظهر قدامهم مجموعة وحوش زومبي من الألفا، فبيتصدم جيمي وقتها وبيقرر يجري هو وسبايك. وفي اللحظة دي بنشوف الزومبي بيجري وراهم وبيطاردوهم بمنتهى الشراسة، لكن جيمي بيقف فجأة وبيضرب واحد فيهم بسهم، والتاني سبايك بيتوتر وهو بيضرب عليه فبيجي السهم في الشجرة، بس جيمي بيقتله وبيجروا يستخبوا بسرعة في البيت المهجور. وبنشوف الزومبي طالعين على السلم وجيمي بيقتل كل اللي بيقربوا منه لحد ما بيلاقوا أوضة مخفية جوه البيت ده فبيستخبوا فيها بسرعة. بنشوف هنا الزومبي بيمشوا لما ما بيلاقوش حد، وفي نفس الوقت ده بنشوف أهل القرية بيكونوا مجهزين لحفلة استقبال سبايك لأنه خلاص بقى صياد. بنشوف جيمي بيفرج سبايك على القرى اللي مكانها بعيد عن البحر واللي عمرهم ما شافوها ولا راحوها، بس بنشوف سبايك واخد باله من مكان تاني فيه حريقة وبيفتكر إن هي قرية، لكن جيمي بيقول له ما يعرفش حاجة عنها. بعدها بيقرروا يناموا لحد ما النهار يطلع علشان يقدروا يرجعوا القرية تاني يوم. بالليل وهم نايمين سبايك بيحلم إن إيلا واقعة في البحر وإنها بتستنجد بيه. بنشوف جيمي نايم ومش حاسس بأي حاجة، بس في الحقيقة البيت اللي بيكونوا مستخبيين فيه هينهار بسبب الغزلان اللي بتهرب من هجمات ألفا. في اللحظة دي بيقوم جيمي مفزوع وبياخد سبايك وبيهربوا بره البيت قبل ما يقع عليهم. وفي الوقت ده جيمي بيقرر إن هم هيرجعوا القرية حالا، بس بنشوف واحد من الزومبي شم ريحتهم بيقرر يجري وراهم بمنتهى الشراسة، وكمان بنشوفه باعت سرب ضخم من الخفافيش المصابة عشان طبعا يعطلهم. بمجرد ما جيمي وسبايك بيشوفوا الوحش بيجروا بأقصى ما عندهم وبيفضلوا يصرخوا بعلو صوتهم عشان حارس البوابة يفتح لهم، خصوصا إن الزومبي ده مش بيتأثر بأي سهام. أول ما حراس القرية بيشوفوا جيمي وسبايك جايين عليهم بيصوبوا السهام على الزومبي وبيوقعوه، لكن للأسف الزومبي مش بيموت، بيقوم من تاني وهيكون لسه بينقض عليهم. بس في الوقت المناسب بيقوموا الحراس بإطلاق سهم مشتعل على قلبه بيوقعه بيخلص عليه. وبعدها سبايك وجيمي بيجروا على الباب، لكن جيني مبترضاش تفتح لهم وبتتأكد الأول منهم إنهم مش مصابين. في الوقت ده بيكونوا كل أهل القرية فرحانين بسبايك وبيعملوا له احتفال كبير، وساعتها جيمي بيفضل يحكي عن دور سبايك البطولي طبعا في قتل الزومبي. وبما إن سبايك بقى واحد من رجالة القرية فجيمي بيديله إزازة كحول يشربها ويحتفل معاهم. وبعدها بنشوف جيمي رايح لعشيقته روزا وبياخدها وبيخرجوا بره المكان، بس بنشوف وقتها سبايك تعب من كتر الشرب وبيخرج بره يرجع كل اللي شربه. وفجأة بيشوف جيمي وروز ماشيين سوا فبنشوفهم رايح وراهم، وهنا بيكتشف خيانة جيمي لإيلا فبينصدم وبيقرر يروح يقعد مع إيلا وياخد باله منها. ساعتها بيلاقي جده سام قاعد مع إيلا وبيكون بيتكلم معاه وبيحكي له عن الحريق اللي شافه في الغابة، فبيتفاجئ سام وبيقول له إن المكان ده بتاع دكتور اسمه تسلون وكانوا مفكرين إن هو مات أصلا. وهنا بيتصدم سبايك أكتر في جيمي عشان عرف من سام إن أبوه كان عارف بوجود تسلون وكذب عليه عشان ما يعالجش إيلا، بس سام بيفهمه إن جيمي كدب عليه عشان تسلون غريب، بس ما بيرضاش يوضح له أكتر من كده احتراما لرغبة جيمي. بعدها بنشوف سام ماشي وبينام سبايك جنب إيلا عشان ياخد باله منها، وفي اليوم اللي بعده بيصحى على صوت صراخ أمه وهي بتتألم ألم شديد في دماغها. وبنشوف جيمي راجع البيت سكران من كتر الشرب، بس أول ما سبايك بيشوفه بيسيبه وبيخرج بره الأوضة. بنشوف جيمي بيبدأ يفوق وبيقوم عشان يعمل فطار. بنشوف سبايك بيقرر يواجهه بموضوع تسلون اللي كان مخبيه عنه وبيطلب منه إنه ياخدهم
لدكتور تسلون عشان يعالج إلى أمه، بس وقتها بيعرفوا جيمي إن تسلون ده كان مجنون، وبيحكي له إنه من 13 سنة كان في رحلة مع أصحابه وشاف تسلون وهو راصص عدد خرافي من الجثث، وكان فيهم مصابين ومش مصابين، وولع فيهم بمنتهى الوحشية، وفجأة لف وشافهم وشاور لهم عشان يروحوا له، لكن جيمي وأصحابه خافوا وهربوا، ومن وقتها قرروا يبعدوا عنه تماما. وفي الوقت الحالي سبايك بيقول له أنت بتكذب عليه عشان مش عايز تعالج إيلا عشان تموت وتتجوز روز بعدها. فبيتعصب جيمي من كلام سبايك وبيضربه بالقلم على وشه، لكن إيلا بتسمع الصوت وبتنادي عليهم، فبيروح سبايك ويحضنها. لما جيمي بيطلع وراه بيطلع سبايك السكينة من جيبه وبيطلب منه يبعد عنهم، لكن جيمي بيخطف السكينة من إيده وبيكون متعصب، لكنه بيسيطر على أعصابه وبيرجع السكينة تاني لسبايك وبيمشي. وبعدها بيقرر يخاطر بحياته وبياخد إيلا معاه عشان يعالجها عند دكتور تسلون. وعشان يقدروا يخرجوا من القرية بسهولة بيولع في بيت بالقرية وبيخلي مراقب البوابة بيروح يساعد الناس، وفي لمح البصر بيهرب هو وإيلا من القرية قبل ما حد ياخد باله. وفي الوقت ده إيلا ما بتكونش عارفة هم رايحين فين، بمجرد ما بتدرك هي إنهم خرجوا برا القرية بتترعب وبتعرفوا إنهم لازم يرجعوا فورا، لكن سبايك بيهديها وبيعرفها إنه هيوديها لدكتور يعالجها، فبتطمن إيلا وقتها وبيفضلوا ماشيين في مسافة طويلة لحد ما بيلاقوا مكان آمن يستخبوا فيه لحد الصبح. وهنا سبايك بيفضل يهزر مع إيلا ويتكلم معاها، وبنشوفها قاعد جنبها بيحرسها وهي نايمة، لكن بيغلبه النوم وهو قاعد. والصدمة هنا بنشوف واحد زومبي من اللي بيزحفوا على الأرض بيقرب عليه وبياكل رباط الجزمة بتاعه، وأول ما الزومبي بيشم ريحة سبايك بيقرب منه، لكن قبل ما بياكله في حد بيشد قماشة على راسه. في اليوم اللي بعده بيقوم سبايك مفزوع وبيلاقي إيلا قاعدة جنبه وجثة الزومبي جنبهم، فبيترعب وبيقوم يلم حاجته عشان يهربوا فورا. وفي الوقت ده إيلا بتفتكر إن هي اللي قامت لفت القماشة على رقبة الزومبي وفضلت تخبطه على الجدار لحد ما خلصت عليه. في مكان تاني بنشوف مجموعة من الجنود بيجروا بسرعة من الزومبي وبيحاولوا إن هم يضربوهم بالنار، لكن مع الأسف عدد الزومبي بيكون أكبر منهم، والزومبي بيفضل يقتل فيهم واحد ورا التاني ومحدش بينجو منهم غير 3 بس. فبيجروا يستخبوا في مبنى فيه زنزانة وبيوجهوا رشاشاتهم على الباب، وأول ما الزومبي بيدخلوا الجنود بيفضلوا يضربوا رصاص وبيخلصوا عليهم. بنشوفهم مشغلين الكشافات وبيدخلوا يدوروا على أي مكان يستخبوا فيه، لكن مع الأسف بينقض عليهم سامسون زعيم الزومبي وبيقتل 2 منهم، أما التالت بيستغل الفرصة وبيهرب بسرعة من المبنى. بعدها بنشوف مجموعة من الزومبي قاعدين في مكان وبيكون منهم واحدة حامل بتدور على مكان تولد فيه. بنروح تاني لسبايك وإيلا اللي بيفضلوا ماشيين وسط الزرع لحد ما إيلا بتروح لمكان كان أبوها دايما بيجيبها فيه، فبتفضل تخرف ومبتاخدش بالها إنها بتنادي سبايك على أساس إن أبوها. تبدأ تنزف من مناخيرها فبيحزن سبايك عليها، بس فجأة بيشوف زومبي عجوز بيقرب عليهم، بيطلع القوس والسهم في هدوء وبيخلص عليه، بس بيشوف عدد كبير من الزومبي جايين وراهم، فبياخد إيلا وبيجري وبيروحوا يستخبوا ببنزينة قديمة، لكن أول ما بيخش المكان بيلاقي ريحته كله بنزين بطريقة بشعة. إيلا بتكون عايزة تخرج عشان هي مخنوقة، لكن سبايك بيفضل يشد عشان الزومبي ما يقتلوهاش. وفجأة بيدخلوا البنزينة وبنكتشف فجأة إن الجندي اللي هرب ما ماتش ومستخبي في البنزينة، وبيضرب فورا طلقة على الزومبي فبيتفجر المكان وبيمسك النار فيه. بنشوف سبايك وإيلا خارجين بسرعة، وهنا بنعرف إن الجندي ده اسمه إيريك، وبيكون إيريك عايز يسيبهم ويهرب، لكن بيشوف سبايك رافض يسيب إيلا بيقرر يساعده وبيشيل إيلا وبيمشوا. طول الطريق بيفضل إيريك يلوم حظه على إنه ما سمعش نصيحة صاحبه واشتغل مندوب توصيل بدل ما يدخل البحرية. وأثناء ما إيريك بيكلم سبايك بيقاطعه لأنه بيشوف حريق وبيعرف إيريك إن هم عايزين يروحوا هناك. بنشوف إيريك قرر إن هو يرتاح لأنه تعب، وهنا سبايك بيطلع تفاحة لإيريك ياكلها وبيتابعه باستغراب لما بيشوفه ماسك تليفون لأنهم معزولين وأول مرة يشوفوا تليفون. وقتها بيوريله صور حبيبته. سبايك بيفكرها إنها مريضة وشكلها غريب عشان عاملة فيلر وبيدعي لها إنها تخف. إيريك بيفكره بيتريق عليها وبيشد التليفون منه، بس بعد ثواني التليفون بيفصل وبيضطر إن هو يرميه. بعدها بثواني إيلا بتقول لسبايك إنها سقعانة، فبيقلع سبايك الجاكيت بتاعه بيحطه عليها. هنا بيستغرب إيريك لما بتنادي على سبايك ابنها بابوها وإنه واخدها للدكتور عشان يعالجها، أما إيلا فبتقوله أنت شخص أناني وما بتفكرش غير في نفسك. سبايك بيعتذر لإيريك وبيعرف إيلا إن إيريك هو اللي أنقذهم. بعدها بيلموا حاجتهم وبيقوموا عشان يمشوا، وفجأة بيسمعوا صوت صراخ قريب
قريب منهم، فبيقلق سبايك وإيريك وبيمسكوا أسلحتهم. أما إيلا فبتجري في اتجاه الصوت وبتلاقيه طالع من قطر مهجور، وبتدخل القطر بسرعة وبتلاقي الست الحامل اللي مش زومبي وبتكون قاعدة بتصرخ ومش عارفة تولد. وساعتها إيلا بتقرب منها وبتكون مش خايفة منها وبتمسك إيديها عشان تهديها وتخليها تقدر تنزل الجنين. أول ما دماغ الجنين بتظهر بتشده إيلا بإيديها وبسرعة بتنشفه في الشال بتاعها، وبتخلي سبايك يقطع الحبل السري بتاعه بالسكينة، وبتغرق الجنين بالمية عشان تمسح الدم من عليه. لكن فجأة الأم بترجع لحالتها المتوحشة وبتنقض عليهم، وعلى آخر لحظة إيريك بيضربها بالرصاص ويطلع السلاح في وش إيلا وسبايك عشان يموتوا الجنين. لكن إيلا بترفض تقتله حتى لو كان زومبي، فبيتأكد إيريك إنها مجنونة فعلا، وبيرجع إيريك لورا عشان يهرب ويسيبهم. لكن فجأة بنشوف إيد ضخمة بتكسر سقف القطر وبتخطفه، وبعدها بثواني بنكتشف إن اللي شده يبقى سامسون زعيم الزومبي، وبينزل لهم وفي إيده دماغ إيريك بعد ما فصلها عن جسمه. ساعتها إيلا وسبايك بيترعبوا وبيجروا من المنظر. ساعتها بنعرف إن الست اللي كانت بتولد هي مراته، وإن الجنين اللي ولدته ده بيكون ابنه، عشان كده بيتجنن وبيفضل يجري وراهم بمنتهى الشراسة، لدرجة إنه سبايك لما بيضربهم بالسهم ما بيتأثرش وبيفضل يجري وراهم. بنشوف سبايك بيضربه بأكتر من سهم لكن برضه ما بيتأثرش، وبينطوا من القطر ومعاهم الجنين وبيحاولوا إنهم يهربوا من سامسون. لكن الصدمة إنه بينزل وراهم وبيكون لسه هيقتلهم، لكن فجأة بيظهر الدكتور تسلون وبيصوب السهم على سامسون وفيه حقنة مخدرة، وبيثبت في مكانه من شدته، بس هو بيطمنهم إنه داهن جسمه بمادة اليود عشان الفيروس بينفر من اليود ده. وبعدها بنشوفه بياخد راس إيريك من إيد سامسون وبياخدهم على المقر بتاعه. والغريب إنه على عكس كلام جيمي عن تسلون بيكون ودود ولطيف، وبنشوفه بيتعامل مع سبايك بطريقة كويسة. ولما بيوصلوا بيسألوا سبايك عن الأعواد الطويلة اللي رشاها دكتور تسلون في الأرض. بنشوف تسلون فرحان لأن أخيرا في حد سأله عشان كان حاسس إنه هيموت وحيد، فبيقول له تسلون إن دي مقابر كتير لناس مصابين وناس مش مصابين، وبيقول له كلمة باللاتيني معناها تذكر الموت، وبيقول له خليك فاكر دايما إن الموت قدر وملوش ميعاد. وشكله كده بيمهد عشان يقتلهم، وبيوريهم برج صنعه بنفسه من جماجم الضحايا. وفجأة بياخد راس إيريك وبيحطها في المحرقة وبيسيبها جواها فترة عشان تتسلخ. ونشوف إيلا مهتمة بالرضيع وبتشربه من المية، وبعدها بشوية بنشوف تسلم بيطلع جمجمة إيريك وبينضفها وبيديها لسبايك عشان يختار مكانها في البرج. وبعدها تسلم بيسأل سبايك عن الرضيع، فبيعرفوا سبايك إن هي سليمة بالرغم من إنها مولودة من أم زومبي. فبيقول له تسلم إنهم لازم يروحوا مكان فيه رعاية عشان الجنين، لأن المية مش هتخليه يعيش وقت طويل. وبنشوف تسلم كان عايز يعرف هما بيدوروا عليه ليه، فبيعرفوا سبايك إن إيلا مريضة وإن هو الدكتور الوحيد اللي لسه عايش، وبيطلب منه إنه يعالجها. لكن لما تسلم بيجي وبيكشف على إيلا بيكتشف إن هي مريض بالسرطان وملهاش علاج. ساعتها بيتصدم سبايك وما بيكونش عايز يصدق كلام تسلون وبيترجاه إنه يعالجها أو يقول له على أي مكان فيه علاج وهو يروح يجيبه مهما كانت المخاطرة. وبنشوف تسلون هنا بيفكروا بالكلام اللاتيني اللي قاله له إنه يتقبل القدر زي ما هو وإن الموت جاي جاي. فبيعيط سبايك وبيروح على حضن أمه وبتفضل تواسيه وبتقول له إنها حاسة بألمه ولازم حياتها تنتهي عشان هي كمان ترتاح. تتفق مع تسلون إن هو يخدر سبايك عشان تقدر تودعه بهدوء، وبتفهمه إن هي هتفضل فاكراه ومقدرة كل اللي عمله عشانها. وبعدها على طول بتروح إلى مع تسلون عشان يخلص عليها. وفي اليوم اللي بعده بتشوف تسلون بيدي سبايك جمجمة أمه عشان يختار لها مكان في البرج بتاعه، فبيقرر وقتها يحط الجمجمة على القمة. وبالفعل وقتها بيتسلق للقمة وبيحط جمجمة أمه في القمة بتاعة البرج. وبنشوف سامسون المتوحش بيجري يمتهم. بنشوف تسلون بياخد سبايك وبيستخبوا فيه قبو تحت الأرض وبيقفلوا على نفسهم جواه. بس الصدمة هنا إن سامسون بيعرف مكانهم وبيحاول يدخل لهم لكنه بيفشل، وبيحس تسلون وسبايك إن هو مشي. بس بنشوف سامسون بيشد تسلون وبيفضل يشد فيه بقوة. في الوقت ده سبايك بيطلع حقنة المخدر من جيب تسلون بسرعة وبيحطها في إيد سامسون عشان ينيمه. وقبل ما سامسون بيفوق بياخد سبايك الرضيع وبيروح للقرية تاني وبيحطه على الباب، وبيكون معاه جواب كاتبه لجيمي أبوه وبيمشي، وبيعرفه إن إيلا ماتت وإن تسلم مش مجنون زي ما جيمي بيقول، وإنه أكتر إنسان رحيم شافه في حياته، وبيطلب منه يربي الطفل لأن سبايك خد قرار إنه هيفضل في الغابة ويواجه مصيره. ووقتها جيمي بينصدم من الكلام المكتوب في الجواب وبيطلع زي المجنون يجري
عشان يدور عليه، بس للأسف ما بيقدرش عشان البحر بيكون عالي. وبنروح لسبايك اللي بيكون قاعد في الغابة وبيشوي سمكة، وبنشوف زومبي جاي عليه من بعيد، فبيمسك القوس والسهم وبيخلص عليه. لكن الصدمة هنا بنشوفهم كتير، فبيلم حاجته وبيجري بسرعة، وفي اللحظة دي بيلاقي الطريق مسدود والزومبي التاني بيقرب منه، فبيصوب سهم بسرعة في دماغ الزومبي بدقة عالية. ووقتها بيظهر شخص غريب وبيعجب بدقة تصويب سبايك، وبنكتشف هنا انه معاه فريق من القتلة وبيستمتعوا بقتل الزومبي. وفي الوقت ده لما سبايك بيوافق ان هم يساعدوه بينقضوا هو ورجالته على كل الزومبي الموجودين. وساعتها بنشوف سبايك مبهور من مهاراتهم العالية، وبيكون شايف ان هم بيقتلوا الزومبي بسهولة شديدة. وفي النهاية بنشوف ان الشخص ده بيقرر يضم سبايك لفريقه، وبنعرف هنا فجأة ان الشخص ده بيكون جيمي، طفل اللي اتقتل اهله على ايد الزومبي. وبنعرف ان طول ال 28 سنة اللي فاتوا وهو بيجمع في الفريق ده عشان يقضي على كل الزومبي اللي موجودين في العالم وينتقم لعيلته. وبيخلص الجزء الاول من الفيلم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام ختام.